دلوقتي كله بيستعد علشان بكرة العيد. طب وانت استعديت للزهق اللي هتحس بيه بعد ما بتصلي العيد وتفطر بالكحك والشاي بلبن؟ هو ازاي اصلا في 2023 ولسه بنحس بالزهق؟ ده احنا مبنلاقيش وقت نخلص الحاجات اللي عايزين نعملها، ونيجي في العيد وفجأة نحس ان مفيش حاجة نعملها، مفيش حاجة حلوة نتفرج عليها. ما احنا مش هنقعد كل سنة نشوف العيال كبرت برضه. طب نخرج النهاردة ولا بلاش؟ الدنيا هتبقى زحمة جدا. ولا نستغل ان كل الناس هتقول ان الدنيا زحمة ونغفلهم احنا؟ لا، احنا نخش ننام اصلا عشان احنا مطبقين. غالبا ده السيناريو اللي بيحصل كل عيد. احنا طول شهر رمضان عندنا شهر كامل ماشيين على عادات وروتين معين، وفكرة الطقوس ان وقتنا محدد وعارفين هنعمل ايه وامتى بتحسس الانسان بالراحة والسعادة. ويجي العيد وتعمل الطقوس اللي انت متعود عليها وتتبسط بيها، تسهر ليلة العيد وتنزل تصلي وتشوف حبايبك والفرحة والبلالين في كل مكان. بس وبعدين باقي الأيام فاضي ومفيش حاجة تعملها، وعلم النفس بيقولك إن ده سببه إنك قطعت فجأة، فبتحس إن في حاجة غلط وإنك مش مستريح. واللي حصل إنك بقالك كام سنة معود نفسك على الزهق ومش بتعمل حاجة تكسره، وبتبدأ كل عيد وإنت مش عارف هتعمل إيه، مفيش أي خطة. وعلماء الطب النفسي في مركز هيلث لاين أجمعوا إنك علشان تعمل خطة تتبسط فيها في الأجازة لازم أصلا تبقى عارف إنت بتحب إيه وإيه الأنشطة اللي بتحب تعملها وتخليك مبسوط. فاعمل خطة للعيد بشكل يريحك، حتى لو هتتفرج على موسم مسلسل كامل زي ما بيبقى نفسك تعمل. وحدد الحاجات اللي بتبسطك وتخرجك من المود، وما تسيبش سعادتك تيجي بالصدفة، لأن عمرها ما هتيجي لوحدها. واعمل الحاجات في العيد بدل ما كنت مأجلها لبعد العيد، لأن الموضوع مش مجرد ساعات بتخلص وأجازة بتروح، الموضوع أكبر من كده بكتير. كل سنة وانتوا طيبين.